سلام سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كنتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير، لا نتوما لا وليداتكم لا والديكم لا اي واحد عزيز عليكم. والمهم اليوم غادي نبداو فيديو جديد ان شاء الله، وغادي نبدا معكم من التقضيه ان شاء الله. عندي واحد العراضه، عندنا واحد المناسبه في العائله وعندي واحد العراضه خفيفه ظريفه. هنايا كنبارطاجي معكم داكشي اللي تقديت فلون رويال، الكريمه، خديت اللوز، التمر، شويه الكركاع، درت ايفيلي. هاد لي كوردون ديال التسواق تما فاش كنديرو فيهم البيض ديال السمان. خديت شويه الورد حتى هو. هنا كنقول لكم هاد البريوات راه قلبت يا اختي على البريوات ما لقيتش، حيت كاع مالي البريوات سدوا، دوك اللي كانوا خدامين كيديروا البريوات والشباكيه ما كاينش والو، وخديت هادوك حالتهم يا البنات لا علاقه. المهم خديت هذاك القراعه ديال زيت الكوك بغيت غير الماسكات ديال الشعر وداكشي اللي انا وبنتي، وهذا ما كان البنات. وخديت هذاك المول هذا ديال الكيكه خاصني الصراحه، وخديت شويه ديال الديسير حيت بغيت ندير شويه الفلون، بغيت ندير زعما الفلون بغيت نزوقو شويه بشويه ديال الديسير. خديت شويه من الحاجه يا اختي، الديسير الخضره العافيه شاحله فيها. عرفتي راه تمشي تقداي راك داكشي الاثمنه كيخلع، والحمد لله ما عندنا ما نديرو. خديت غير شويه ديال البنان، فريز، شويه ديال التفاح، الليمون، هادشي اللي خديت. واحد شويه، واحد نص كيلو ديال الكيوي ولا هادي. المهم وخديت هاد السيبا ولا المهم هاد التبصيل هذا. بصراحه ما عنديش، وشحال هادي باغا ناخذ واحد كتاب هكا على قبل لي كيك، على قبل الفلون بحال هكا، على قبل بزاف د الحاجات غادي نحتاجو. صافي جات الفرصه وخديتو دابا. ايوا هنايا البنات راني بنهار زعما هنايا كنبارطاج معكم الاشياء اللي في الصباح. غسلت الدجاج وفركته، ضربت عليه فركه مزيان. كاينين 2.5 مقطعين وهادي، وداك النص خليته هكاك. بعض المرات كنبغي ندير هكاك نص قاد بالفريت، ولا كتدخلي هكا الاير فراير يتحمر، خليته هكاك. المهم من بعد ما حيدت التقديه رجعت كل حاجه لبلاصتها، جيت هنايا باش نقاد الفلون. راكم عارفين البنات دابا الليل قلت نقادو باش يلاه حيت عندي العراضه نهار الثاني. المهم درت فيه 2 لارب ديال الحليب، وزدتو هذيك سميتو العلبه ديال 200 غرام، ودرت هنايا معلقه ديال المايزينا البنات باش ما كتخليهش يجي داك جيلي بزاف كيترعد، فهمتوا ما يجيش داك الفلون اللي يجي متماسك شويه وكريمي. ودرت هنايا ديك الفلون غويال كامله، ودرت هنايا 2 ديال الشينوا وجوج هكا مذاق ديال الكراميل. المهم البنات راه جا غزال، جا فن ما تشبعوش منه. ودرت السكر قليل، درت هنايا راه تقريبا ديال السواء ديال 2 لاروب د الحليب، درت فيها 5 المعالق ممسوحين ديال سنيده، فهمتوا يعني 5 المعالق ممسوحين ديال سنيده مع 2 لاروب د الحليب. جاو هما هادوك. خلاص الكريمه راه حلوه ولكن ماشي شي حلاوه. المهم انا حركت كلشي على البارد، وزدت هنايا واحد الكاس كبير ديال اللوز مطحون، مطحون شويه منيل وشويه خليته هكاك مهرمش. المهم كديري كلشي فوق البوطه بعد التحريك، وكتخليه حتى كيطلع فيه الغليه. وتما عندي المول راني درت الكراميل العادي كيف ما كنديرو عادي. كتشدي السكر على عافيه مهيله حتى كيتكراميليزا، وكدوزي على المول. والبنات اللي خافوا من هذا من الفلون انه يلصق ليهم، قبل ما ديري اختي داك السكر اللي ذوبتي اولا الكراميل في المول، دهنيه بواحد القطيره ديال الزيت الا خفتي انه يلصق ليك فاش تبغي ديموليه. المهم هنايا كيف ما شفتوا طلعت فيه الغليه. صافي كنحاول نحرك شويه غير باش ما نحيد ديك الرغوه او ديك الكشكوشه اللي كتكون من الفوق، وصافي غادي نخويه. عرفت شويه البنات فن خطير، عرفتي كديريه لوليداتك ولا ديريه هكا للضيف ديالك راه غادي يحماقوا عليه. مره هكا ديريه للوليدات، راه كما قلت لكم راه ما غاديش تشبعوا منه، وتا هما ما غاديش يشبعوا منه، غادي يعجبهم. والمهم هنايا راه كنخوي هكا في المول. هذاك الشيء راه ماشي حرقه البنات،
داك القشور، شويه ديال القشور، داك القشور عرفتهم ديال سميتو ديال اللوز، حطو شويه لتحت ولصقوا ليا. وحتى انا واحد اللقطه كنت ما عرفتش كنت كندير كنت كندير اللوز، كنت كنفسخ في اللوز ورخيت عليه شويه، هما يلصقوا ليه لتحت وداروا داك اللون، راه ما جي فيه لا حراق لا مذاق الحراق لا حتى شي حاجه، جا هو هذاك صافي. البنات انا كنحاول نحيد داكشي اللي باقي اللي داك فوق ديك ديال المول، وصافي كتخلو ملي كتخووه كتخلوه هكا فوق البوطاجي حتى كيبرد تماما. ما ديروش الثلاجه حتى كيبرد تماما، خليه في بلاصتو ما تحركوش عاد باش كديري ليه شي من يبرد ما يبقى فيه لا كيطلع لا بخار لا والو. كديري ليه هكا سولوفان بابي اليمونتير وكديريه في الثلاجه. المهم خليته على جنب يبرد، وهنايا درت الدجاج باش غادي نصبو على قبل، حيت غادي ندير بسطيله. درت الخرقوم نزيد معاه ضويمه هذه ديال الزعفران، اللي عندها زعفران كان احسن. المهم كنقضيو بداكشي اللي موجود صافي. العطريه عادي كيف ما قلت لكم، خرقوم ضويمه ديال الزعفران، واحد المعلقه كبيره ديال السكينجبير. راكم عارفين الدجاج كيبغي سكينجبير، وراه مغسول مزيان بالحامض وبالملحه وشويه الخل ومسقطر مزيان. كيف ما قلت لكم راه من الصباح، دابا راه الليل. ايوا زدت عويده ديال القرفه، زدت معلقه ديال داك سميتو ديال الحامض المصير كيجي في الفن حتى هو في الدجاج. وهنايا غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال السمن. البنات هنايا راه هذا هو السمن اللي كنت صابت معكم، راه جا في الفن غزال، جا ناجح 100%. راه غادي ما حطو تيزيد يقدام وهو تيزيد يزيان. المهم السمن راه ضروري البنات بحال هاد الوصفه، كيجي زوين وكيبنن الماكله. المهم البنات قولوا لي شكون اللي عندها الدبان في الدار، حتى راه ما يمكنش قتلني الدبان. ما عرفتش واش هذه وقيت وكيكون ولا ما عرفتش والله ما عرفتش. المهم راه كثير يا البنات هاد الايام. ايوا صافي واحد جوج حتى 3 ديال الضريسات ديال الثومه. شي وحده تجي مبيزه الثومه في البسطيله كتجي فنه يا البنات، غير جربوها راه هكا طياب حتى كتجربوا الحاجه عاد تعرفوا المذاق ديالها. المهم وانا البنات ما تنديرش هذا، ما تنديرش من الاول كنطيب الدجاج بوحدو عاد كنزيد البصله. المهم هنايا راه شرملت داك الدجاج خليته هنايا هنا راه بالليل. البنات باش تكون عندكم شي عراضه وما تغلبوش، بالاخص اللي عندها الوليدات وبالاخص اللي كنتي غديري بسطيله، اختي ديري اغلبيه ديال الحوايج قبل دركيش. واختي نهار الاخر مع الصباح نتصبح شويه بكري رديت داك الدجاج تيطيب، زدت معاه واحد الربيطه ديال القزبور ومعدنوس. المعدنوس البنات كيكون غالب، يعني ديريه واحد 2 عويدات الا كان داك القزبور مجهد مع ديك الربيطه ديال المعدنوس. ايوا صافي هنايا وكاس عامر كبير، عامر نص بلديه ونص عاديه، وصافي وكتسدي عليه وكتخليه على المهل. فهمتوا الحاجه راكم عارفين قد ما طابت على المهل قد ما كتجي زوينه. كتخليه على المهل على شميعه ديري الصفاره ديالك وكتخليها على المهل. انا البنات ما كنكونها هنايا مع الدجاج في الاول باش ما ترجعش ليا اللون ديالو كحل، كنبغي يبقى لونه هكا زوين. حتى كنديروا البصله باش كنديروا التغميره عاد كنزيد القرفه. المهم نتوما تشوفوا كلشي معايا. هنايا كيف ما قلت لكم الدجاج راه طاب غير في هذيك الميها اللي درت البارح للشرموله باش كتطلق. صافي راه ما زدتو حتى شي حاجه، هو العافيه تكون مهيله باش داكشي كيطيب مزيان. وديك العطريه اصلا دخلات فيه راه ليله كامله وهي كيتشرمل. ايوا المهم انا كنوريكم غير ديك العصوص اللي بقات هنايا. عندي واحد الكيلو ونص ديال البصله. المهم بالنسبه للدجاج راني درت 1.5 فيه 2 كيلو ونص، الفرج فيه 2 كيلو ونص، والنص الاخر ديال الاخر كلهم فيهم 2 كيلو ونص 2 كيلو ونص 3 ديال الفرارج. المهم زدت هنايا 2 معالق كبار ديال القرفه ونص ديال ساشي ديال السكر بنكهه زهره البرتقال، وزدت السكر البنات راه كيبقى حسب الذوق. غير هو البنات ما تحليوش عاوتاني البسطيله بزاف باش ما تجيش كتقهم. فهمتوا بالحلاوه
هي ديجا راه فيها اللوز، فيها هذه هي ديجا بوحدها كتكال مع هاد لازتو الحلاوه بزاف ما غتقدروش تاكلوها، ما غتقدروش تحسوا بهذاك المذاقات ديالها. المهم كيف هنايا راني ما زدتش الماء نهائيا في البصله، غير غادي كيف ما قلت لكم غادي نسد عليها وغادي نقص عليها مزيان ونخليها كطيب. والمهم هنا في هذه الوقيته راني درت هذاك اللوز اللي خليته اللي كيتقطر، درتو في الاير فراير، دهنته غير بشويه ديال الزيت وخليته يتقلى في الاير شي غزال كيجي طايب من الداخل ومن برا. وفي نفس الوقت راني اختي قديت هاد التميرات هادو، دعمرتهم بالكركاع وزوقتهم هكا بداك ورق الذهب وشويه ديال الورد البلدي هكا باش نستقبل الضياف ديالي بالتمر والحليب. المهم ما كاينش شي حد براني راه غير حنايا، المهم غير حيت كاينه مناسبه وصافي. ايوا صافي هنايا مني طابت لي ديك البصيله، هانتوما تشوفوا ديك التغميره كيفاش جات فنه. وهذيك اصلا ديك البصيله الحمراء اللي درت كتجي لذيذه ماشي بحال ديك البيضاء ولا هذه. المهم واختي يقولوا لي الثمن ديال البصله عندكم راه اختي ولا تيخلع راه من رمضان راه مبدئيا. وصافي اختي هنايا خصك توجدي لكن عندك شي كتاف في هذه المرحله هذه. صافي كتخلي ديك البصيله حتى كتنشف تماما من الماء تماما، ما عرفتي شنو هي تماما. صافي ملي كتبقاي تجري ديك المعلقه هكا كتطلق لك غير ديك الزويته وصافي ما كيدوزش الماء باش حيتي البسطيله اللي خلت السوائل. صافي راه مشات ليك فهمتي، كتفزق لك الورقه وبحال ما المهم كتخسر البسطيله ما كتبقاش. المهم حيدت منها واحد المغيرفه باش غنزيدها على الدجاج باش ما يجينيش ناشف. وهنايا عندي 8 ديال البيضات البنات اللي كيبغيو المهم هي في الوصفه الاصليه الا بغيتيش ديري البيض ما ديريش، فهمتوا البنات؟ ماشي زعما ضروري الناس هو راه ما تجي فيها البنات تخافوا من الزفوره، ما تجي فيها لا ريحه الزفوره لا والو. راكم شفتوا كاين السمن كاين الحامض مصير كاين القرفه، فهمتوا؟ ما تخافيش كاع من صفورة البيض. المهم هنايا طربت دوك 8 البيضات ما كنخويوهمش دفعه واحده، كنخويوهم دفعات باش وكنحركو مزيان. والبيض البنات ضروري ما تطربوه عاد تزيدوه باش ما يخليش لكم هذاك الخيط، حيت داك البيض ديال البيض كيطلق داك الخيط ما كيجيش زوين. ملي كتبداي تاكلي البسطيله كيف البيض هكا داك الخيوط ديالو ما كاينه معنى. المهم كيف ما قلت لكم كتبداو بدفعات بشويه بشويه وانت كتحركي يديك كيف ما قلت لكم وجدي اختي كتافك في هذه المرحله هذه. صافي تبداي تخوي بدفعات تحركي مزيان. وحتى في هذا الوقيته راه واخا نشفنا البصله راه فاش كنزيدوا البيض كيطلق الماء، فهمتوا؟ عاوتاني خصنا نعاودوا نفس الحاجه، خصك تبقاي معاه تبقاي هاد الصراحه البيض صعب من البصله، فهمتوا؟ فاش كتنشفي البيض اصعب بزاف من البصله. صافي كتبقاي كتحركي حتى كتوصلي لهاد النتيجه هذه. كتبدا تبان لك هذيك البصيله مع ديك التغميره مع داك البيض بحال الكفته. ملي كتشدي الكفته وكديريها كتحليها بحال هكا كتوصلي هذه كتعرفي انه التغميره ديالك ديال البسطيله راه ناجح بحال الطريقه هذه. صافي وكتستمر يا اختي حتى كتنشفيها مزيان. ومع ذلك كديريها فشي صفايه وكتخليها. انا راه درتها تما في الصفايه وخليتها تسقطر وطلقات ليا الماء، يعني راه ما كاينش الثقه. صافي وخليتها عرفتي هنايا راه قبل الظهر التغميره وخليتها كتسقطر. ما مونطيت البسطيله ديالي حتى العصر حيت انايا معروضين العرضه عندي في العشاء. المهم هنا غندوزو لداك اللوز طحنته في الهاشوار باش ما يتطحنش مزيان غير الهاشوار. زدت عليه زهره البرتقال، زدت عليه سكر كلاصي، وزدت هنايا واحد 2 معالق كبار ديال الزبده اللي ذوبتها حتى ولات نوازيط باش كتطلق داك المذاق ديالها. ايوا صافي اختي ما قنعتنيش اختي ديك المعلقه. ضروري اختي حتى اليد كتعاون باش كيزيد يطلق داك الزويته ديالو داك اللوز وكينسجموا لينا المكونين. ديريه مزيان تخلطيه مزيان باش يدخل فيه ديك القريفه وتا داك السكر كلاصي يتحل ما يبقاش مكور. صافي راه كتجي فنه. واختي هنايا فاش جيت باش نمونطي البسطيله الورقه ديال البخار فنه الصراحه غزال. حاولي تاخديها في نهارها فهمتي. انا خديت كومونديتها البارح وجبتها اليوم في الصباح. صافي مشيت الصباح حتى لديك 12 عاد وصلاتني. المهم راه كنت فرتت داك الدجاج زدت معاه ديك المغرفه ديال الطلاص قبل ما نزيد البيض. صافي هنايا كلشي موجود. غادي ندهن هنايا الصينيه او الطاوه ديالي
بخليط ديال الزبده والزيت. ذوبت الزبده وزدت عليها شويه ديال الزيت، حيت باش تجي الورقه شويه بنينه ما تجيش باسله، غير بالزيت بوحدو. درت ليها الزبيده باش زيت باش كيدير داك القرمشه. ودائما القاعده ديال البسطيله، ديال ورقه البسطيله، الجهه الحرشه كتكون من الداخل والجهه الرطبه كتكون على برا. صافي البنات، صافي. وهنايا راه المونطي كتبداي دهني ديك الورقه ديالك وكتديريها، كديري النص او المهم على حساب نتيا واش ديري بسطيله كبيره ولا صغيره. انا غنديرها موين، انا ما غنديرهاش قد هاد الطاوه كامله. داكشي علاش درت النص. لا كنتي غديريها كامل تخلي اقل زعما من النص، والشي الاخر غادي ديريه على برا. المهم كتحاولي ديري ديك الوريقات ديالك كاملين، وفي القاعده غادي ديروا واحد جوج وريقات باش تقصحي شويه القاعده ديالك، باش ملي تبغي تحوليها ما تشتتش معاك، وراه ما تجيش الورقه كثيره ولا شي حاجه، راه كتجي هي هذيك البنات. المهم انا ما غاديش لك كيلو كامل، غير هو اللهم يشيط والله يخص. فهمتوها البنات؟ وهنا انا جيت درت الدجاج هو الاول. نورمالمون كيديروا الناس الدغمشه، انا درت الدجاج هو الاول، حيت اختي انا دائما تنخاف من هاد التغميره هذه. واخا انتم كيف ما كتشوفوا راها ناشفه، راه تقطرات مزيان ونشفتها مزيان، ولكن واخا هكا كنخاف منها لا زيد تطلق السوائل. درتها فوق الدجاج باش حتى لا هبطات شي حاجه البنات. ايوا صافي البنات، هنايا جيت درت هذاك اللوز وداكشي، داك اللوز اللي صاوبت صافي. وكنحاول نقاد البسطيله ديالي مع الجنيبات ونقادها كامله باش تجي مكونات موزعين كامله. المهم هنايا غادي نجي ندير واحد الورقه من الوسط، عاد غادي نبدا نلمط هكا. كنبداو من اخر ورقه وحنا غاديين حتى الاولى صافي، وتنبداو تنجمعوا فيهم بحال هكا. كندخلوا شويه جنيبات لداخل. اللي ورقه زايده واخا راه كتجي عادي ما كتجيش باينه، ممكن تنقصوا. وانا خليتها ما عنديش مشكل، لحقاش ما تكونش غير الحشوه. خليتها وراه ما جاتش باينه نهائيا فاش كنا كناكلوها. فهمتوا؟ وضروري هاد الزوائد البنات الحرشين انا كنحيدهم باش ما يديرونجيوكمش وانتم تتلمطوا في البسطيلات ديالكم. صافي غادي ندهنهم بداك الخليط ديال الزبده والزيت. صافي كنخدم وكندهن، ودائما كيف ما قلت لكم الجهه الحرشه اللي كتكون لداخل والجهه الرطبه اللي تكون على برا. وهذه الطريقه راه موضحه في الفيديو البنات. راني سرعت شويه الفيديو حقا، ما جانيش انا نحطو لكم كامل بحال هكاك حيت طويل بزاف، ما غيجي شويه ممل. المهم راه واضح، كتبداي تلمطي كتخشي دوك الجنيبات كتخشي داك الفائض من الجنيبات باش ديالك مزيان. وكيف ما قلت لكم الورقه راه ما جاتش كاع كثيره نهائيا، جات هي هذيك نيشان كيف ما مع الحشوه جات ما غالباش الورقه نهائيا. مطها جيت هنايا باش غادي نصاوب دوك الوريقات اللي غادي نزوق بهم. كنشد كل ورقه كنقسمها على جوج بهذه الطريقه هذه. المهم التزيين نتوما راه كيبقى لكم على الاختيار، ممكن تزينوها وترشوها غير بالسكر كلاصي والقرفه. المهم التزيين راه كيبقى حسب الذوق. انا هذه فكره عطيتها لكم وصافي. راه كاين بزاف ديال الطرق. المهم هذوك الورقات كاملين قسمتهم على جوج تاهم بالزبده داك الخليط ديال الزبده والزيت صافي. وكنبقى ندير ليهم هكا، كتشديها وكتجمعيها من الوسط بحال شي بابيون وصافي. حتى هي كتبداي تخشيها من دوك الجنيبات، كتبداي غادي الجنيبات حتى كتكمليها هكا كتلمط مزيان. صافي كتبقاي تريكلي الا كاين شي ما تريكلي من الجناب. المهم كدوري عليها كامله، كتعاودي تزيدي داك الخليط حيت كيعطي واحد القرمشه زوينه. كتكيها مزيان باش ما تنفخش في الفران وتطرطق لك الورقه. ضروري البنات ما ديروا هذه المرحله هذه. وهنايا كناخذ العويدات نيت وكنفيكسي بهم هذوك الوريقات اللي درتهم، كنفيكسيهم مزيان كاملين صافي بهذه الطريقه هذه. وها هي واجده. صافي مشيت حطيتها. هنا عندي غير العشيه ماشي مشكل، كون كانت عندي نهار اخر كنت غادي هاد شويه في الفران ونخرجها. صافي مباشره جيت اختي حطيت حويجاتي، حطيت بيجامتي حقاش ضليت في الشقه، حطيت بيجامتي وداكشي اللي غنحتاج باش غادي ندخل اختي نضربها بسدويشه. عارفين الشقه جري هنا جري هنا ومع الوليدات صافي راه بنادم يدير كيعيا. المهم خديت واحد الدوش باش ارتاح شويه مكان البنات. وكيف ما قلت لكم البسطيله ديري لها غير سلوفان وخليها حتى تبقى يقرب يجي عندك الضياف، وديريها ثاني في الفران وخليها
على خاطر نقصي عليها الفران وخليها باش طيب لك الورقه اللي لداخل وتقرمج، على خاطر خاطرها يعني ما تركيهاش. بسطيله كتبغي اختي ترخي، تبغي بشويه بشويه. بس جمعت حويجاتي باش ندخل نضربها بواحد التدويشه، حيت صافي اختي مع العيا ضروري اختي من هذه المرحله صافي دوجت. قديت شعري هنا راه نقيه مجموعه، درت ليها بتسيقه، رشيت المعطر حتى لشويه عاد نعاود ندير شويه ديال البخور باش يقربوا يجيو. كلشي صافي دابا موجود. وهاد المرايه هادي راني درتها جديده هنايا في السيجار. قولوا لي كيفاش جاتكم زوينه حتى نقول لكم القصه ديال هاد المرايه هادي. قولوا لي كيفاش جاتني في اللحظه. المهم هنايا راه قربوا يجيو ضيافي. جيت اختي لبست هذا المخور هذا بالشال ديالو هكا في الاورانج. قولي كيفاش جاكم. صافي حطيت لي زاكسيسوار ديالي. هنايا شويه داك المكياج اللي غادي ندير صوب شعري. قولوا لي البنات كيفاش جاتكم اللبسه. المهم البنات دائما البنات العراضات هكا عركيش راسك، وجدي بيومين قبل كاع ماشي مشكل. حطي مويعناتك وحطي اي حاجه غادي تحتاجيها باش ماشي يجيو عندك الضياف تبقاي نتي حالاتي وبقاو بدك الحوايج عامرين بالصفوريه ديال المراقي وديال لاصوص وريحتك خانزه بريحه الثومه والبصله. اختي قادي داكشي علاتي ساعه باش تيبقى تلبسي حويجات نقيين دوشي تقادي حالتك ديري بارفان زوين باش من يجيو الضياف ما تبانيش اختي بحال الخدامه انت راه مونة الدار. اختي شويه هكا وشويه هكا العراضه. اختي ديري داكشي على حسب الوقت اللي عندك فهمتي. ماشي نتي عندك الوقت قليل وغادي ديري صالاد وديري، لا اختي داكشي على حسب الوقيته اللي عندك واللي عارفه راسك غادي تسلكي فيها راسك ديري ديك الوجبه اللي غادي تجيك مع عندك. ايوا المهم البنات هنايا راه جاو استقبلتهم بالحليب والتمر. هضرنا شويه هنايا راح هنا فاش حطيت العشاء ما زوقت البسطيله حيت ما لقيتش كيفاش نصور وعندي الضياف صافي. بيض ديال السمان درت ليه هذاك ورق الذهب وحتى دوك البريوات درت ليه بشويه ديال الورق دهنتها بشويه العسل مع الجناب ودرت لها لوز ايفيلي اللي حمرت ورشيتها بشويه ديال السكر كلاصي. البنات البسطيله جات رائعه جات واعره 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 بزاف. بحال الطريقه ديالي راه واخا تكوني عمركي ما درتيها راه غادي تصدق معاك زوينه. اختي هنايا الفلون حتى هو ما قلبتوش معاكم. هنايا كنوريكم غير منه ما والو راه تتقلب بسهوله غير دوك الجنيبات في الاول شدي شي سباتول وحاولي انك تديريهم باش من تقلبي يجيك هذاك صافي. زوقته بشويه ديال الديسير وحطيت حتى ما قنعنيش هذاك بوحدو ولكن راه ما كليناش كاع الديسير الاخر كلينا غير هذا. ان البنات جا غزال غير جربوه على ضمانتي وان شاء الله يعجبكم الفيديو وتكونوا استفدتوا منه. خليوا لي اللايكات ديالكم والكومنتات الزوينين ديالكم واللي ما مشتركاش باش يوصلك اختي كل جديد. وبسلامه الفيديو الجاي ان شاء الله.